اهلا بيكم، معاكم اسلام خالد والكلام على ايه. في الفيديو اللي فات الناس حبت المونتاج جدا، او الناس حبت الفيديو عامه، كتبت في الكومنتات ان هي عايزه السلسله تستمر تفضل مكمله. فلو انت من الشباب حابب المجال ده وانك حابب تطور نفسك فيه، قدامك حلين: يا تاخد كورسات بشهاده معتمده، يا اما تحاول تقعد مع نفسك كده وتطور نفسك في المونتاج. عندك السوشيال ميديا من ابسط الحاجات اللي تخليك تتعلم المونتاج، وانا برضو واحد من الناس، انا برضو علمت نفسي بنفسي، فقلت ايه، نكمل في السلسلة ونشوف ايه الجديد في برنامج فيلمورا 12. ويلا بينا نخش في الفيديو. طيب، في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا ان اول ما بنفتح نيو بروجكت بيفتح لنا الواجهه دي، بتبقى شاشه العرض، المكان بتاع الفيديوهات والصور والصوت والتايم لاين ومعلومات عن البروجكت، مقاس الفيديو كام فريم في الثانيه، ديوريشن اللي هو الوقت بتاع الفيديو نفسه. واتعلمنا ازاي بناخد الفيديوهات ونحطها على التايم لاين بطريقه بسيطه جدا. بندوس ضغطتين بيطلع لنا الفيديو بتاعي، نقوم واخدينه وحاطينه دراج اند دروب، شدينه كده وحاطينه. قلنا ان احنا بختار المقاس اللي هو 1920 في 80 1080 25 فريم في الثانيه. طبعا بعد ما الفيديو بيتحط في مثلا، لو انا مش عايز اخده كله، في عندي خاصيه تانية، ادوس على الفيديو كده واحده واحده يا عم. اول ما بدوس عليه بقوم دايس اي واو. لو انا عايز اخد مثلا سيلكت حته معينه في الفيديو، اي اللي هو الان والاو اللي هي الاوت، بدوس على الاو وباخد مثلا الحته البسيطه دي وبحطها كده مثلا. دي الحته اللي انا عملت عليها سيلكت بالاي والاو. الحاجه الثانيه الكاتس. ازاي بعمل كاتس؟ عندنا خاصيتين في الكاتس، يا اما بستخدم المقص اللي هو ان انا انزل كده وادوس كده ضغطه واقطع دي كده مثلا اشيلها. بعمل لو عايز اشيل حته معينه بعد ما بقطعها بقوم دايس ديليت عشان يمسح لي الحته اللي انا مش عايزها. يا اما بختار الكتر، والكتر دي بقى ايه، مش لازم انا اعمل سيلكت لللاير بتاع الفيديو، ممكن ادوس كده او ادوس كده وهكذا. يعني ايه؟ يعني اوجه الكتر في اللاير اللي انا عايز اقطع فيه، او في الحته اللي انا عايز اقطع فيها، كده 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 وهيقطع معايا. طيب لو انا بقى حصلت لي المشكله دي وعايز ارجع كل حاجه زي ما كانها، على طول كنترول زد. كنترول زد على طول بيخلص لك الدنيا وبيرجع لك كل حاجه زي ما كانت. نشيل الكتر بندوس حرف في، ولو عايزينه بندوس سي. طيب اللي بعده بقى عندنا هنا في المورا بيقدم لنا الموسيقى اللي احنا عايزها. اي موسيقى انت عاوزها بيديها، بس لاحظ الجوهره دي معناها ان الموسيقى دي او الاغنيه دي بفلوس. تاني حاجه التايتلز، وهو ان مديلك حاجات يعني انواع فونتات واشكال كتير للتايتلز اللي انت عايزها. فمثلا ناخد ده مثلا نحطه كده، ده من غير فلوس، لكن ده بفلوس. في اللي بعده الترانزيشنز، ودي اكتر حاجه بقى انا بحبها وبموت فيها اصلا. ترانزيشنز، واكتر ترانزيشنز انا بحب استخدمه هو ده. بس تلاقيه بص خش كده للفيديو ده بقى ايه ترانزيشنز، يعني من اكتر الحاجات اللي اليوتيوبرز او اي صانع محتوى بيحب يستخدمها. في واحد مثلا بيبقى ثابت على ترانزيشنز معين، انا واحد من الناس بقى اللي ما بيحبش يثبت على حاجه، لا طول الوقت في تغيير، ما بثبتش على ترانزيشن واحد، لا عايز اجرب كل الترانزيشن. عايز بص اخلي المشاهد يلاقي فيه جديد في الانتاج، ما يلاقيش ثابت على نفس الاسطمبه، نفس الفيديو، نفس الفكره، نفس كل حاجه. لا انا بحب اجدد دايما. فدي الميزه بقى اللي تبقى فيك، انك دايما تجدد، مش تفضل معاك اسطمبه واحده وتفضل ثابتها معاك. ممكن عشان بيكون كسل منك ولا حاجه، مكسل انك تعمل حاجه جديده. فلا، اهم حاجه انك تقضي على الكسل بتاعك، دايما تفضل مكمل وتشغل دماغك والافكار هتجيب مع الناس جدا. فطبعا في المورا هنا ما نسناش وحطلنا الافكتس بقى، في منها اللي بفلوس وفي منها اللي مفيش. حط لك بقى ايه الافكتات في الصوت،
افكتات في الصورة وافكتات في الفيديو. زي ايه مثلا من غير كلام كتير، تعالى نطبق عملي. مثلا افكت اللي هو الجليتش، هو دايما بيستخدم في التيك توك والحاجات دي. حط لك الافكت هنا يا معلم اللي هو الجليتش، تقوم واخده كده احطه. واحد مثلا تاني برضو حاطط لك كمان الستوك ميديا، ودي بقى عامله كذا عقد مع كذا موقع بينزل صور وفيديوهات. جايب لك بقى حاجتين، يا صور يا فيديوهات، وجايب لك الفيديوهات بقى من انواع. يعني عندك الفيديو 4K 8K HD 4 HD، بتلاقي كده ايه، عارف انت اللي هو ايه، مظبطك في كل حاجه بحيث ان انت وانت داخل تمنتج تلاقي الدنيا مظبوطه وسهله وحلوه. في بقى حاجه تانية عندنا بقى اللي هي الاستيكرات دي بيبقى سهل التحكم فيها، بس مش هتعرف تتحكم في الكلام. يعني مثلا حاجه عامله زي السبسكرايب دي، انت مش هتعرف تغير الكلمه، فهي مثلا ايه، هي طالعه كده، طالعه بس كده، انت بس تقدر تتحكم فيها في المقاس بس. تقوم داس عليها ضغطه، تيجي عند العلامه دي وتقوم مصغرها مكبرها. وهنا بيديلك ممكن اللي هو ايه، تطولها كده او تصغرها كده. لما بتيجي تفتح القفل ده لما بيتقفل ما بتعرفش تتحكم فيه، ما بتعرفش تخليها تطول او تقصر، فبتفتح القفل ده عشان ايه، تفتحها كده. والتمبلتس دي بتبقى زي اسطمبات جاهزه، انت بقى يحقلك انك انت تعدل فيها، بس الحاجات دي بتبقى يعني معموله ومتمنتجه، انت بس فاهم ممكن تلعب فيها تغير فيها شويه. بس خد عندك بقى، قبل ما اقفل معاك هديلك بقى معلومه جامده جدا وهتحتاجوها في يوم من الايام. مثلا انت عايز تكتب حاجه، فتقوم دايس على حرف كتير اللي هو تايتل، ودايس ومختار بقى مثلا على مزاجك انت بقى انهي الفونت اللي انت عاوزه، بس تبعد عن الحاجات اللي هي بتبقى زي كده دي، لان هي بتبقى بص دي يعني صورة لوحدها. لو انت عايز تاخد الفونت بس عايز تشيل الافكت، بتيجي هنا عندك في البيزكس ومعمل عليها سيلكت وشايلها، وتسيب بس التايتل بس لوحده. وبرضه لو انت عايز تكتب مثلا وتغير في الكلام، يا دوبك بس تيجي عليها كده، تيجي هنا في البتاعة اللي هي بتاعت الكتابة دي، تكتب مثلا ان هي برضه بتبقى باللغة العربية كده، مثلا اسلام وهنا ممكن برضه تدوس عليها ضغطتين، الكلام على ايه. لو عايز بقى تغير الفونت يا معلم، من هنا تحتيه على طول اختار مثلا الفونت اللي هو اي فونت مثلا. ولو عايز اغير اللون برضه من هنا باجي في الشمال كده واغير مثلا. هنتعلم حاجات كتير مع بعض، بس عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم، ما تنسوش اهم حاجة تشتركوا في القناة. لو انت مش اشتركتش تنزل على طول وتشترك، وتكتب كومنت حلو جميل كده، وتقول لي رأيك برضه في الكومنتات. وما تنساش اللايك والشير. ودايما في نهاية الفيديو بنقول الكلام على ايه.